وزنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طبعا النهاردة قررت ابقى ماينكرافت استعدادات الى معسكر الجوهري او الجوهري، عشان في واحد كتب لي اسمه الجوهري. ماشي. طبعا اول حاجة عندي بسم الله كتاب التفوق، الوحش الكبير، 120 سؤال اختياري ومعرفش كام مقالي، ده على الدعامة بس. وعندي طبعا كتاب الجوهري اهو الكتاب. طبعا شوية حبشتكنات كمان. عندي طبعا مناديل عشان مستوى الأسئلة يكون نار هعرق. وعندي سماعة علشان المايك. وعندي على حسبة ليه ما اعرفش، هو تقريبا في شوية مسائل في الحركة اللي هي بتاعت الويفات احسب بتتحل بالعين، بس قال احتياطي لأي سبب، مش هتأثر متخافش. وعندي طبعا المعلمة، يعني بجد شكرا يا جوهري، يوم ما تجيب لي حاجة تجيبها لي، يعني بص متعملش، يعني شكرا بجد، يعني شكرا على الهدية الرائعة دي. اصبر بس اعملها. طبعا قلم ازرق معرفش، ده احتياطي. قلم اسود معرفش ليه. قلم احمر عشان اعلم الصح والغلط. قلم ازرق علشان قلم ازرق، يعني هو ده الماين، ده الاساس. ماين او ماجر، يعني ماجر يعني اساسي وماين ماشي. ده قلم مستر محمد صلاح اللي معرفش يعني هو ايه ده، انا نفسي اعرف ايه اللي بتاع ده. ده استيكة، ده مش استيكة، هو ما بس كده بص، ما اعرفش بجد بس حلو. ده تالت قلم ازرق. بص احنا يومنا النهارده ازرق فازرق بصراحة. وطبعا ما ننساش النضارة عشان الكاريزما. بقول لك ايه، معسكر ايه ومش عامل صعب ايه ومش عارف ايه، انا عاوز مستوى. بيقول لك المذاكرة مش بكترها، بنص قطرها. ونسيت اهم حاجة عشان ابدأ المعسكر، الشاي يا برو، احلى لحظة طبعا. طبعا في حد كان كاتب لي كتر الشاي هيتعب لك اعصابك. هو فضل اعصاب بس ما فضلش اعصاب، يعني حرفيا ما فضلش اعصاب. يا عم الشاي اتغلب الزيادة كأنه اتحرق. حرفيا نسيته على النار. نايس. بص هو الشاي ده هيكون تركيزه عالي، المزاج يكون طعم الشاي تقيل فاهم، فالكافيين هيدخل هنا. معرفش احنا بنعمل الحركة دي ليه. اتحداك ما كانش حد بيعملها من اهلك او انت، لازم تطلع كده. ممنوع كده، ممنوع. لا لازم تخبط السنة دي بالطرف ده، غير كده مش هيبقى شاي. والله حلو يا اخي، شريت النضارة دي ب75 جنيه، ده انا هعمل عليها محتوى نار. كاريزما يا برو. عارف انت المراقب اللي في اللجنة بيكون لابس النضارة، تكون نضارة سودا،
وقعد في آخر اللجنة كده، بس ما تفهمش هو شايفك ولا مش شايفك ولا ما. هو كده بص، راجل كاريزما. تفهمش هو نايم هو صاحي، هو بيبص عليك هو مش عارف، لا هو كده بس. ده شوفه دخل عليك في اللجنة تخاف تترعب بس. طبعا هبدأ دلوقتي في المعسكر. لو في حاجة كده توقفت فيها سؤال حلو نتشارك معاه يعني نشارك نحله كده فاهم. أي حاجة حلوة كده في المعسكر هنقف وأصورها وأحطها في الفيديو. بس أنا كل مرة بقفل الكاميرا بخبطها كده، لأ المرة دي عايز أعملها بطريقة. طبعا يا جماعة ملحوظة أخيرة، ممنوع تتفرج على الجوهري غير وانت طافي النور كده ومظبط الدنيا ومشغل لو عندك إضاءة شغلها. اتفرج بمزاج، الجوهري بالذات يعني لازم تتفرج بمزاج. ما بينهم عملية تبادل منفعة. أصل في مرة طبعا الحمد لله خلصت الدعامة والحركة في النبات من المعسكر أو الورشة، ودلوقتي المفروض أحل كتاب التفوق طبعا كتاب التفوق فيه 120 سؤال عن الدعامة. دلوقتي هحل الدعامة في النبات والإنسان، لأنه لسه الجوهري هينزل الحركة كمان يوم السبت تقريبا هنزل حركة، والشامل هيكون يوم الأربعاء حاجة زي كده. طبعا الحمد لله خلصت حل كتاب التفوق على الدعامة في النبات زي ما انتوا شايفين كده. كان تقريبا 28 سؤال، 27 سؤال. غلطت غلطتين طبعا، جبت 25 من 27. طبعا غلطت فين هنا، كلمة أي الأنسجة التالية لا تشارك في تدعيم ساق النبات ذو فقرتين فاهم. فلخبطني السؤال شوية، أنا عارف سهل، سؤال سهل. وعندك كمان السؤال ده مستفز. إذا تعرض نبات ما لمحلول سام فأي المواد التالية لا يمكن أن تحول دون دخول هذا المحلول إلى خلايا النبات. لا يمكن أن تحول يعني ما تمنعش فقد الماء. أنا ما فهمتش الجملة واخترتها الكيوتين، أنا مش فاهم، عارفين يئست مع السؤال. طلع إنه حاجة ما بتمنعش فقد الماء، ومين غيرها السليلوز طبعا اللي بيمنعش فقد الماء، إنه سليلوز ضعيف بس. ويفضل عندي بس العامل في الإنسان 120 سؤال، أنا خلصت 27، يبقى كده فاضل 93 سؤال. 93 سؤال. طبعا زي ما انتوا شايفين هنا دي الأسئلة اللي فضلت. بسيطة دي مقالي إن شاء الله أحلهم. طبعا عاوز أحل أسئلة السنين السبع، وكمان إن شاء الله لو في وقت أحل كتاب التميز. كتاب التميز مستواه رائع. طبعا اللي يسألني يقول لي ليه أنت إزاي جبت 25 من 27، يعني المفروض كتاب التفوق ده كتاب صعب. طبعا الجوهري مدربنا على أسئلة أصعب من كده، يعني حرفيا هو ده كتاب صعب بس الجوهري كان مدربنا على أسئلة أتقل بكتير من كده. بصراحة ربنا يكرمه. بصراحة أنا خايف من الشامل، يعني معروفين الشوامل المدرسين. شوامل ما بتتحلش طبعا، شوامل صعبة، شوامل الوقت مش كافي، شوامل مش طبيعية. وبس أنا أدخل دلوقتي في الدعامة في الإنسان. طبعا وصلت لحد السؤال 46، خلصت الفيديو اللي هو الساعتين بتاع الدعامة في الإنسان، وصلت لحد السؤال 46. أتمنى طبعا إن أنا أكون سبب في إن فعلا الواحد يتحفز على المذاكرة. وبس طبعا وصلت 1000 مشترك طبعا، فبجد شكرا. ونزلت منتدى، بجد شكرا على الدعم الأسطوري ده، ما شاء الله ريتش أسطوري. بإذن الله المحتوى القادم أحسن. وحكمة آخر الفيديو طبعا هتكون: إذا لم تكن ذئبا بما تشتهيه الرياح طلع البدر علينا. إذا لم تضع الشيطان اعلم أن اللايك قد منعك. حط لايك. وبس، سلام.